كابتن بداية ارحب بك اجمل الترحيب بعد مرحلة مميزة بقميص الزوراء. اليوم عامر جاموس لاعبا لنادي اربيل، حدثنا عن تفاصيل هذا الانتقال. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية يعني حاب أشكر نادي الزوراء، الجماهير، اللاعبين. يعني صراحة كانت تجربة قصيرة ولكن تركت فراغ كبير. فريق الزوراء أول فريق لعبت معه في العراق وبكن له كل الحب يعني. بالنسبة لنادي أربيل يعني أكيد نادي أربيل نادي كبير، جهاز فني على سوية عالية، اللاعبين إن شاء الله لاعبين كبار، وإن شاء الله الموسم هذا إنه نقدم الإضافة المطلوبة مني ونساعد الفريق في تحقيق المطلوب منه إن شاء الله. حدثنا عن تفاصيل الانتقال. أنا أعرف إنه بالزوراء كنت إعارة، بأربيل استغناء، شراء بطاقة، شنو اللي صار؟ لا أنا برضو إعارة لمدة موسم واحد مع نادي أربيل من الوحدات. يعني الكابتن لؤي والجهاز الفني دربونا بالزوراء آخر فترة وتواصلوا معي يعني أثناء كأس العالم، ولكن كأس العالم يعني بعد ما انتهى ردت لهم خبر. يعني استنيت اكثر من عرض، كان عندي اكثر من عرض، ولكن يعني ارتئيت بالاخير انه امثل نادي اربيل، نادي كبير، الجماهير، المدينه. وجود كابتن لؤي له تاثير اكيد طبعا كابتن لؤي يعني قيمه فنيه كبيره واضاف لي كثير الموسم الماضي. وان شاء الله الموسم هذا برضو نستفيد منه من اللاعبين. انا لاعبين كبار، الكابتن همام والكباتن الكل، يعني ان شاء الله انهم استفيد منهم وافيدهم ونحقق المطلوب منه ان شاء الله. حدثنا عن شعور اللاعب في كاس العالم وشعور مواجهه ميسي تحديدا. انا شفت لك كره شاطح ميسي وما اعرف شو مسوي. يعني اكيد تجربه كانت حلوه، استفدنا منها كثير. اول مره للاردن كاس عالم، طلعنا بصوره طيبه ولكن كان بالامكان افضل مما كان ممكن نتاهل من المجموعه، ولكن خبرة البطولة أول مرة بنشارك أكيد تعلمنا كثير دروس راح نبني عليها إن شاء الله في الجاي، ودائما نقدم المستوى المطلوب من المنتخب الأردني ويكون في أفضل الأماكن إن شاء الله. ميسي شنو؟ أكيد يعني أفضل لاعب في التاريخ. يعني شفناه في البطولة شو عمل، مش بس أمام المنتخب الأردني، قدم بطولة كبيرة ويعني هو الأفضل في التاريخ. فيعني طبيعي ممكن لاعب مثلا زي يعمل عليه فاول أول مباراة اللي كانت في كأس العالم. فيعني الحمد لله انه قدمنا مستوى طيب في البطوله بشكل عام، وان شاء الله البطولات الجايه بنكون احسن واحسن باذن الله. شكرا حبيبي.